سلام سلام، صباح الخير عليكم ولا مساء الخير. واش راكم؟ توحشتكم احبابي، على بالكم صدقوني والله غير والفتكم يا جدكم. كيفاش راح تصرالي ليسونسيال احبابي. اليوم راح نشارك معكم روتين تاعي كامل من الصباح حتى العشيه. واش درت الغداء، واش درت العشاء، واش درت ميناج، كل شيء راح تشوفوه معايا في هاد لا فيديو هذه. ان شاء الله فيديوهاتي يكونوا نالوا اعجابكم، ان شاء الله تستفادوا منهم. راني نحاول قدر المستطاع اني نمد لكم كل حاجه نعرفها. بون البنات، شفيتوا على اللقطه هذا اللي شاركته معكم في الروتين هذا تاع لي فلور هكا وجاي في الساطع، ما عجبنيش نهائيا. فوالا، على بالكم في الليل بعد غير حكمنا بلايصنا. التيسي تاعو جاي هو ساطع مي بحروشه شويه. على بالكم في الليل بعد نحينا هذا الكوفر هذا تاع كوفر كوات ولا تاع الكوفرطات، نحيته. شوفوا تغطينا به ما مسيل مخاد. هذا تاني ما ساعدنيش، رايحه نعاود راح نحيه نهائيا. اول مره نفرشو ليله واحده تعذبت. تعذبت فريمون. رايحه نحيه دونك نحيه كامل. فوالا فوالا. باي باي. بربي ان شاء الله ما نزيدش نحطوا هاد الفراش، بربي ان شاء الله. عذبني يا اختي، شو نقول لك، تحيه الحروشه. انا الرطابه هذه ما خرجتش عليا. فوالا فرجت كوفرطه سامبل، كوفرطه تاعي قديمه. هذا ولا غير جديد، ديجا لي تراس تاع التطبيق مازالوا فيه، وعولت نحد وغوزمون لي ما تعبتش روحي. اسونسيال. خلينا من الفراش ونروحوا نكملوا شقانه تاع نهار اليوم. بون البنات، هنايا زعما قلت اليوم ما عنديش خلاص خدمه في الدار، عندي غير خدمه خفيفه هكا. نشل الفنيجله تاع الفطور اللي هي قهوه الصباح، ندير غدايا عندي ديجا، ندير غير عشايا ونقعد باش نخدم لي مونتاج تاع لي فيديو اللي عندي هكا، باش نقعد اشاكفوا نحط لكم فيديو وراء فيديو. مي واش نقول لكم يا البنات، شتو هاد البلاصه اللي راني واقفه فيها، فوت فيها نص نهاري. طبعتها، شتو البلاصه هذه طبعتها ما تحركتش منها. دوك تشوفوا علاش. بديت اول حاجه غسلت فنيجله تاع الفطور. كنت درت لهم كسره المبسه ولا الكسره الحرشه، مالفا نشاركها يعني في فيديوهاتي وروتيناتي. قلت يعني ما عنديش خدمه كبيره، يلا نحي عليا هاد الخدمه الخفيفه. خلصت لماعن من بعدوش بانت لي هنا بعد في هاد اللحظه هذه بانت لي باش نفرغ هاد لي بواط نتاع لي زيبيس اللي عندي تاع الملح تاع السكر، راكم تعرفوا. قلت لا غير نفوت عليهم جره بما اني ما عنديش خدمه كبيره، وانا تعرفوني يعني دوكا تعودتوا عليا كيفاش نخدم في الدار. خدمتي في الدار هي كل مره نجبد شوكه، كل مره نجبد حاجه. بار اكزومبل اليوم نجبد فريجيدر كامل نعاود نغسلو كامل ونقعد كل يوم مثلا نمسح فيه برك. نهار نجبد ميكرووند، نهار نجبد وراه هاد الكوتواغ تاع الماعن، مرات نجبد تحت البوطاجي، مرات نجبد ماعني تاع لي ليمون لي زيليمون بلوتو. يعني كل مره نجبد بلاصه، مره تبان لي على حيط نغسلو، مرات تبان لي على فراش هكا، باش ما نجبدش كل شيء في نهار واحد هكا. منها ما نتعبش ومنها تقعد داري ديما نظيفه هكاك مالغريتو. ولا غير يعني داري مسخه، يعني ما كذبش عليكم. داري الدار اللي فيها الاولاد هكا، انا تبان لي الدار اللي فيها الاولاد ما تقعدش منظمه نهار كامل. ليسونسيال لا علينا. جبدت هاد لي بواط كامل، حطيت لهم الساع المسخون كما شفتوا، من بعد فرغتهم من المسخون ووليت نجر فيهم، خرجتهم يلمعوا كما راكم تشوفوا، ولا غير يبرقوا بريق من البعيد مرايه. ووليت لهاد
القطار تاعهم ولا هذا لي طاجير هادي تاعهم ليسونسيال هادي اللي علقوا فيها بورتي بيس فوالا، واللي جريتها لهنا راهي فيكسي بيان في الحيط، ما قدرتش اني نحيها سورتو من الفوق كانت مشبوحه بزاف. ما قدرتش اني نحيها، جريتها في بلاصتها، ديما نجرها في بلاصتها، وماما داك الحيط اللي وراها نجرو هكاك تما ونعاود نمسحو. مسحتها هي وفرغت هذوك لي زيبيس بعد ما نشفوا لي كامل هذوك البلارات لي بواط هادو ننشفوا مليح. مسحتهم بالتورشون اللي خاصه بتاع الزجاج اللي مسح بها المرايا، نشفتهم مليح وكل وحده درت لها تيكه تاعها كيما شفتوا معايا. وليت لهذا الباب زات بانت لي باش نعاود نجر هذا الباب هذا تاع الدخله. كوزينه تاعي مصبوغه بالبلون كاسي. عندي الولاد الصغار اشاك فوا نلقى ليطاش في الدار منا ملهي، على هادي يعني نحاول اني نمسح ديما هاد ليطاج. نحيت هذيك الديكور هذاك اللي شفتوه تاع الله محمد هذاك، قلت ما يجيش في الدخله وفي الباب تاع كوزينه، قلت خلي نديروه في الباب تاع لا شومبر تاعي. وعلقت هذا الكادر هذا ماشي كادر هكا بتي ديكور صغير. في الوقت هذا كان جا زوج تاعي وجاب لي شويه قضيان. قبل ما نقول لكم على القضيان وش هو، اذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير درك حالا ديروا لي لايك وتخليوا لي تعليق. لهنا كما راكم تشوفوا جاب لي شكاره ساشي كامله تاع لي زيبيس. هي تقول حس بيا بلي غسلت هذيك البورتي بيس وهذوك لي بواط، واللي قلت والله غير حتى نحطوا الفطور اللي هو الغداء نتغدى ومن بعد نروح نفرغ داك القضيان. الغداء هنايا كان بقى لي شويه من العشاء. هاد الاكله هذه ما تستغربوش هي بقايا تاع العشاء، مي انا بدلت فيها. كانوا عندي شويه تاع لي باركات، درت دي باركات او فور بالفيوند هاشي. غدوه من داك عاودت قطعت هذيك البطاطا هذوك لي باركات قطعتهم، وهذيك صوص طوماط زدت لها شويه تاع الماء هكا، وهذيك الفيوند هاشي اللي فيها خلطت كل شيء بعدها وسخنتها، قلت لهم شويه فلفل حلو وبالصحه والراحه. دونك فوالا هنايا راني نفرغ في القضيه نتاعي. جاب لي شويه تاع ليسكالوب ولا صدر تاع الدجاج، غسلتهم بشويه نتاع الخل وشويه تاع الملح. ديما اللحوم تاعي كامل ولا الحوت ولا الاسماك يعني نحب نغسلهم بالخل وبالملح. انا غسلت مليح هذوك الصدر تاع الدجاج، نحط لهم الملح نخليهم شويه ونغسلهم ونزيد نعاود نشللهم تشليله مليحه. وهنا جاب لي ثاني فخاد نتاع الدجاج، شوطتهم. صورت معاكم من قبل كيفاش نشوط الدجاج تاعي، شوطتهم ولا كيفاش تقولوا شويتهم كل واحد كيفاش يقول في فوق الطابونه. وهنا نروح نحي لهم دوك الزوائد الجلده الزايده، لأنا تعمدت اني نخلي لهم الجلده نتاعهم، يعني تاع الفخاد نخلي لهم الجلده، اما تاع الصدر اذا شريت دجاجه كومبلي ولا نحي الجلده اللي تكون في الصدر، باسكو ديما بريسك ديما الصدر تاع الدجاج ما نطيبش به يعني مراقي، ولا نحب نديرو هكا شوا ولا نديرو مقلي ولا نديرو في لافارس تاع بطبوط ولا شاورما. كنت تعرفوا كل مره نحط لكم غوسات. اما الكويس اللي هو الفخذ نخلي له الجلده نتاعو مي هكاك، كون ما نحمرهاش في الطياب على بالكم باللي نزيد هي تاني نحيها بعد ما الطيب نزيد نعاود نحيها، ما نخليهاش هكاك لوليداتي اباغ تكون محمره مليح لتما نخليها لهم. وهنا تاني الكبده تاع الدجاج. واحد المره البنات كنت حطيت لكم وصفه بكبده الدجاج اللي هي الكمونيه، لكن لقيت بعض التعليقات قالوا لي جوجو ورينا كيفاش تغسلي الكبده نتاعك. تو سامبلومون نغسلها كيما الناس كامل. واش ندير لها؟ اول حاجه نحي لها داك المراره تاعها، هي اول خطوه نبدا بها. المراره هذيك اللي تجي خضراء نتخلص منهم كامل. ابخي نولي ونحي ديك الغشاء اللي داير بالقلب نتاع الدجاج، نولي نحطهم في الماء، نحط لهم ثاني شويه تاع ملح وشويه تاع خل، ونولي دوكا ننظفهم مليح. ما نكثر لهاش بالماء بزاف، لكن نكثر لها التعقيم. الكبده نحب نعقمها بزاف بالخل وبالملح. هذاك القلب كما شفتوا نقسمو، نحيلو ساع الجزء العلوي تاع الشرايين ونولي نقسمو على 2
نتخلص من الدم اللي يكون فيه من الداخل. بالكم يا البنات، سيختو البنات المبتدئات اللي هذاهم بداو دخلوا الكوزينه، بالكم تخليو داك الدم المكبد اللي يجي في داخل القلب ولا داخل القلب نتاع الدجاج، هذاك مضر بالصحه. ايضا الكبده نتاعي نحي لها كش ما نلقى هكا غشاء، هذاك اللي يجي فيها ساعات نلقاو فيه داك الغشاء، نحيه نتخلص منه، نشللها مليح ونحطها عفوا تقطر هي تاني. ووليت اول حاجه بعد ما نغسل هذاك الدجاج، اول حاجه هي ننظف الحاله، باسكو نعرفوا اللحوم البيضاء ولا الحمراء فيهم بكتيريا وتزرب تتكاثر. اذا اول حاجه نحط شويه جافيل وشويه تاع ليزيس ونرغون كل شيء ولا نجر كلش، هذيك الباسينه اللي نغسل فيها وهذاك الموس اللي قطعت به كل شيء، هذاك البلون دو ترافاي تاعي البوطاجي كل شيء نغسلو بالجافيل بلو جافيل بليزيس. فوالا لهنا نمسح مليح. وشو نقول لكم، شتوا هاد البلاصه راني كيما قلت لكم هاد البلاصه راهي شبعت فيا اليوم النهار كومبلي وانايا فيها غير نمسح ونعاود نمسح ونعاود، والشقا كيما على بالكم ما يخلصش. واللي تخممت قلت قبل ما نسيق الدنيا، انا فت وتغديت وكملنا ما سيقتش صباح مالا، نروح ندير ساعه عشايا نحطو يبدا يطيب ونولي نروح نكمل شغالاتي الاخرين. لهنا حطيت زوج قطع تاع دجاج ولا من الفخذ، وحطيت نحمرهم في شويه تاع زيت. على بالكم صدقوني موان 5 يتحرقوا لي على بالكم جوجو اخي، على بالكم نعتلكم كل شيء بكل شفافيه وبكل صراحه. غفلت عليهم باسكو هنا نحط النار تكون قاويه باش نحمرهم، مي دوماج يعني مزيه يعني ما تحرقوش، مي كون غفلت عليهم شويه كانوا تحرقوا لي. لا علينا، بعد ما تحمروا شويه حطيت شويه بصل كنت ربيتها ولا رحيتها في العشواخ، ملح فلفل كحل حمار حلو ولا الحار وطماطم مصبره ونقليها مليح. لهنا راح ندير دويده المفوره. كنت سبقت وحطيت لكم وصفه تاع دويده مي ولا فيرميسيل عفوا، لكن درتها بصلصه بيضاء، لكن المره هذه حبيت ندير لها صلصه حمراء هكا باش مره على مره نعطيكم وصفه جديده ومنها روتين، منها راني ندير لكم في لا غوسيت. بعد ما قليت مليح هذيك البصل على نار دليله، شتو كي نحط البصل راني نقص على النار، ما نخليش هذيك النار تقعد قاويه. نقصت للنار وخليتها تقلى مليح، ورحت خبيت هذاك الدجاج تحت البلون دو طرافاي تاعي، عاودت نيتوايت الحاله واللي جبت هنا الفيرميسيل اللي هي الدويده ولا شعيريه ولا شعيريات كل منطقه كيفاش يقولوا لها. فوالا نحط لها شويه تاع زيت ونبدا نحرك فيها هكا باش نتاكد باللي الفيرميسيل تاعي كامل تقاست بهذاك الزيت. وهنا في الدقيقه هذه تفكرت باللي ما حطيتش الحمص، عندي حمص طايب لكن ناقص شويه تاع طياب، حوالي 10% ناقص طياب. حطيت الحمص ووليت لهذيك الفيرميسيل تاعي وليت حطيتها فارت الفوره الاولى. بعد ما تفور لي الفوره الاولى نجيب نص كاس تاع الماء ونبدا نرش فيها. انا درت نص كيلو تاع الدويده ولا نتاع الشعيريه، درت لها غير نص كاس تاع الماء هكا باش تحكموا لي ميزور ولا لا كونتيتي تاع الماء اللي حطيتها. فوالا حطيت لها شويه تاع الملح والماء ونرش ونخلط بالعقل ونقعد هكا مره على مره نقعد نحرك فيها حتى تتشرب لي هذاك الماء كامل. ما تكثروش البنات كيما راكم تشوفوا، درت غير نص كاس نتاع الماء. بعد ما تشربت لي نعاود نحطها تفور الفوره الثانيه، يعني المره الثانيه نحاول نحطها. خليتها تفور، نقصت عليها للنار ورحت مسحت الدنيا خفيف ظريف. هنا غوزمون لي ديما نسيق في الليل يعني الدار ما متوسخت ليش بزاف، مسحتها مسحه خفيفه يعني ما طلقتش الميمان. درت غير شويه من البرودوي اللي نسيق به وبديت نمسح في الدنيا. فوالا انا نمسحها غير خفيف ظريف، وكو تعرفوا الشقا والله ما يخلص.
فوالا مسحتها كامل عقبت على البيوت تاعي في زوج على الكوزينه. هذاك هو لو طون اللي لقيتها فارت الفوره الثانيه. بعد ما تفور الفوره الثانيه نزلها ونروح هنا نجيب لها الراس تاع المرقه. واش معناتها الراس تاع المرقه؟ شتو المرقه كي تكون تغلي هذاك اللي يجي من الفوق برك شغل فيه ليدام الكغالي حطيناه مع البنه يعني تاع المرق الطماطم وليزيبيس اللي درناه نهز غير من الفوق ونقعد نشرب في هذيك الشعيريه نتاعي. لهنا درت لها تاني حوالي نصف كاس يعني لا كونتيتي اللي حطيتها تاع المرق، ونقعد نحركها ونحطها تفور المره الاخيره اللي هي المره الثالثه. هنا فقط البنات شتو كي تكونوا تفوروا فيها ما تغطيوهاش هكا باش هذاك لا فابور اللي تطلع من الفوق ما تعاودش تنزل عليها وتعرق لكم يعني وتعجن ولا حاجه. خليوها معريه وخليوها تفور. كي تفور ديروا لها حوالي ربع ساعه ولا يعني نتوما وكيفاش تطيبوا. بعد ما فارت لي نزلتها ولهنا وصل وقت العشاء. كما قلت لكم اليوم ديتكم معايا من الصباح حتى العشيه. هنا راهو وقت العشاء. بعد ما فارت الفوره الثالثه خليتها بردت مليح واللي حطيتها فوق النار ونقعد نصب عليها في هذيك المرق تاعها. ما تحطوش الشعيريه ولا هذيك الدويده تحطوا ترميوها في المرقه، لا قادرين نتوما مرقتوا بزاف ودرتوا المرقه بزاف ومن بعد تجيكم يعني تجيكم معجنه ولا نو، حطوها في الاناء اللي رايحين تجمروا فيها وقعدوا صبوا عليها في المرقه هكا هي تتشرب وانتم صبوا حتى تحسوها باللي طرات. انا جاتني سوا اللي تبع معايا الفيديو راهو شوف لا كونتيتي تاع الماء اللي مرقت بها. اي فوالا حبايبي على بالي كسرت لكم راسكم. هذا هو عشايا. بقى لي غير نقول لكم